السلام عليكم ناس الكره. كنا كنتمناو اننا نتلاقاو في ظروف اخرى، يكون المنتخب ديالنا ربح 3 النقاط اللي خلاتو يتاهل دوزيام تور ديال كوب دافريك. غير هو اليوم ضد الكونغو بزاف ديال لي ديتاي صغار خلاونا نوليو من الفرقه قادره تربح 3 بوان وتاهل للدور الثاني، الفرقه اللي كتقلب على نقيطه وحده باش ما تخسرش. شنو هما هاد لي ديتاي اللي بدلوا الماتش الوليد الركراكي؟ اجي نهضروا فيهم ونفصلوهم ضربه ضربه. المنتخب بدا الماتش باحسن طريقه كان كيحلم بها. في ديك الظروف 35 درجه ديال الحراره، 70% ديال الرطوبه، قدرتي تماركي بكري من كورنر اللي كان مخدوم مزيان، حيت مشاو لي زابيل بريمير بوطو، خرج حكيمي من اللور وماركي البيت الاول وخلينا نلعبوا مرتاحين. بدايه تلحق الوليد الركراكي اللي كان اول على نفس اللعابه اللي لعبوا ضد تنزانيا وربحوا، على اكسبسيون ديال زلزولي اللي لعب بلاصتو بوفال. كتبقى بنفس السيستم، اللعابه اللي كيريبيكيو على البومبي ديالهم، وكتحاول تلقى نصيري اللي كيدير لابيل في بروفوندور واللي كيعاود يكرر لي زابيل. غير هو دوك لي زيفور وقيلا اليوم خلاو انه ما يقدرش يقتلني على الماتش. شي عقلتو ديك البديه كامله كانت مخيره، وقدرنا نوصلوا البوطو مره وجوج وثلاثه، وكان عاوتاني غير شويه ديال الكونسونطراسيون، شويه ديال التركيز قدام الشبكه، كنا نقتلوا الماتش وما كناش تكون عندنا الهضره كامله دابا ونكونوا فرحانين وتنصفقوا كيف قلت لكم في الاول. غير هي الكره القانون ديالها ساهل، كتزقل كتفرط كتكرط كيتماركا عليك البيت ديال التعادل. جاتنا الفرصه الاولى وكره ما عاقباتناش، لان في ضربه جزاء اللي تسبب فيها سليم املاح بطريقه ما ساذجه للغايه بالنسبه لي. واخا تقول لي نقصتي، كان تقول لي حكا في لا ديتونت كاينه في لا جيستويل، لا يدك ما كتهش تما في كاري 18 وكون ما ضربتيش بالكود كانت تقيس لك يدك وغيكون بينالتي. يعني املاح مشى بطريقه خاطئه لذاك الدويل، ومن الديبار دويل خاسر. من مورا بيلانتي الكره عطاتنا فرصه عاوتاني باش نصلحوا وباش نقتلوا الماتش، ولكن ما ماركيناهاش. والكونتر بريسينغ والبريسينغ اللي ولينا كنمشيو فيه معطلين بسبب العيا، حيت واخا حنا ما كنلقاوش اعذار. اليوم المنتخب الوطني كان باغي يمشي، كان لي ديسبرين مزيان، ولكن الجهد ما كاينش، لانك ساليتي فيزيكمون باش تلعب في هذيك الظروف خصك تجيري لي زيفور. عطاتك الكره كيف قلت لك فرص انك تجيري لي زيفور ديالك وتلعب كره زوينه ونقيه وتقتل الماتش وتلعب مرتاح، ما خديتيهاش. دونك انت بحال كوندانيتي راسك انك تبقى دير لي فور ودوبلي فور. وهادشي اللي فهم دو صابر، لان ملي شاف بلي المغاربه نقطه القوه ديالهم اللي كانت في كاس العالم وكلشي شافها انه كيمشيو لي دويال ما قادرينش يديروا هادشي، وحتى اللعابه اللي تكنيك اللي كيقدروا يشدوا بالون في رجليهم وينفسوك ما داخلينش في ماتشهم. على سبيل المثال اوناحي اللي كان قدر ما كان مزيان ضد تنزانيا اليوم كان خايب، هو براسو عارفه وهو براسو حس بها، لان فاش شفنا اوناحي حتى في لاتيتود ديالو ما كانش تمتع بالون في رجليه. ملي اللعيب ما كيتمتعش بالون وكيحس بالخصم اللي داير عليه ماركاج والخصم كيضربو كيبلوكي ليه داك التريونغل اللي كان كيرسم مع زياش وحكيمي، كيتعصب. وملي ميليو التيران ديالك اللي خصو يوصلها كيتعصب، الفرقه ديالك ما كتلعبش كيف خصها تلعب. ورغم هادشي كامل بقينا شادين الماتش 1-0 حتى الدقيقه 70 فاتت، ومازال حنا اللي شادين الماتش وكنشوفوا راسنا حنا مأهلين. ولكن عندك لان الخصم كيوصل، والعكس ديال تنزانيا اللي كانت عاطيانا الراحه، عندها دي زيدي اللي كيخدموا، عندها دي زيدي اللي كيدخلوا، عندها دي زيدي اللي كيبروفوكيو. بحال دابا على سبيل المثال ويسا ليفور اللي دار في هذا الماتش هذا في البريسينغ ديالو في لي كورس اللي دار ما غش. ركراكي ما قدرش يفاجئ دو صابر. علاش ما قدرش يفاجئوا؟ لان لي شونجمون اللي دار كانوا بريفيزيبل. ولا تفرج هو في الماتش اللي فات دو صابر، وبلا شك انه تفرج في الماتش اللي فات عرف بلي وليد دوك هما لي شونجمون اللي كيدير كيكونوا يغارشي. غير هو اليوم الماتش ما كانش كيعيط ليه يلعب بحال خنوس في الوقيته اللي لادفيرسير كيتشكى عندك، خاصك لعاب بحال املاح اللي عيا اللي دار لي زيفورا. واخا املاح دار بيلانتي وما كانش مزيان برجليه، ولكن كان كيخدم، يعني كيعاون مرابط في لا ريكوبيراسيون. شفناه ماشي مره ماشي جوج. ملي كتحيدو وكتنقص هذاك الامباكت فيزيك في ميليو التيران، كيبقاش عندك الامباكت فيزيك، وكتعوضو بلعاب بحال الخنوس اللي هو بروفيل توتالمون ديفيرون، بروفيل صغير، بروفيل تقدر تحتاجو مثلا الا بغيتي تعوض اوناحي بلا سوتشي بال. ولكن حيدتي املاح وضعفتي الامباكت فيزيك ديال ميليو التيران ديالك باش كتشوف اللعابه اللي بقاو صحاح وما كيدخلوا لك لعابه صحاح راه بقاو تيجريو وتيطيحوا في التيران. راه بلا شك شفنا اللعاب فاش طاح في التيران وسخف وخرجوا، لان غيعطيو ماتش ديال حياتهم باش يجيبوا ديك النقطه اللي يستاهلوها، وكانوا يستاهلوا كثر. علاش؟ حيت حنا ما قريناش الماتش مزيان، حيت الركراكي غلط في لي شونجمون. يمكن الكعبي ولا التيسو دالي كان يقدر يدخل يعاونك من غير الكعبي. حنا نقولوا الكعبي تعطلتي عليه، حيت النصيري جاتو كره وجاتو جوج وجاو ثلاثه وخسر لي دويل ديالو في السماء وخسر لي دويل ديالو في الارض. ومبيمبا كلاه حتى بسيكولوجيكمون. مبيمبا لعاب اللي الناس كامل اللي كيتفرجوا في الليغا وكيتفرجوا في مارسيل كيعرفوا، لعاب اللي كيدخل الراس ديال لاطاكون اللي ضدو، كيبقى يهضر معاه، كيبقى ينبش فيه، كيبقى يضاربو وياه تيدخل ليه في راسو. ونصيري خسر هذه المعركه هذه اللي كانت ضد مبيمبا، نصيري خسرها وعرفناه باللي خسرها في الدقيقه 60. ولكن خرج حتى ل 80، يعني 20 دقيقه بقى نصيري غير كيتحرك كيضرب في لي كورس وكيتحرك بهذا المعنى ديال كره القدم، كيتحرك ماشي كيجري في الخاوي. تعطلنا في لي شونجمون خلصنا كاش، غلطنا في لي شونجمون خلصنا كاش، وكنا مشينا تروا. ماشي اليوم انا خرجت نقول انا اليوم بالنسبه لي انايا ربحنا نقيطه. فالسلامه سولت في انستغرام سؤال ساهل: واش ربحنا نقيطه ولا خسرنا 2 بوان؟
60% من الناس قالوا لي باللي راه ربحنا نقيطه، 40% من الناس قال لك باللي خسرنا 2 بوان. شي 700 واحد اللي فوطاو، كنشكركم بزاف من هذا المنبر. ما يمكنش كيفاش كنتي حاكم ماتش شادو غادي معاك وقررتي انك تبقى لاعب بهذيك الطريقه اللي خلاتك معري، لان ميليو التيران ديالك ملي خرج املاح ما بقاش فيه الامباكت فيزيك، بقى مرابط بوحدو مسكين اللي دار ماتش كبير وبقى طالع نازل طالع نازل طالع نازل وكيخرب كاع لي بوست ديال ميليو التيران راسو، دار الخدمه ديال كاع دوك اللي اليوم ما جاوش ديفونسيفمون. ما يمكنش انك تدخل ليه خنوس في هاد الظروف وتطلب منه يدير نفس الخدمه ديال املاح وهو ما يقدرش يديرها، ساشون كو انت احسن حاجه كدير وشفناها في المونديال هي كتزير ليلين كتسد وكتجيب 3 بوان ديالك ولا كتكاليفا، خصوصا اللي كنتي رابح. وهاد المره كنتي رابح، قررتي انك ما ديرهاش، قررتي انك تبقى لاعب معاهم كره تمشي تقلب على الثاني باش تاكد الماتش، وبانت لك الكره بلي الماتش ما بقاش معيط على انك تمشي تقلب على الثاني، الماتش معيط على ان اول حاجه تباريكادي. وتباريكادي يعني انك تدخل ليه عاون مرابط وماشي الخنوس اللي غادي يعاون مرابط في ميليو التيران ديال الماتش ديال القبيله. دوك في الاخر شنو كتلقى راسك؟ قراءه غلطه طمعتي فيهم باش تزيد الثاني في الوقيته اللي كان خاصك تاسوري وتزير ليلين وتزيد لعابه في ميليو التيران باش ما يوقعش هذاك الشيء اللي وقع في البيت ديال كونغو. الا عاودتوا شفتوا شنو وقع، يعني لعابه معطلين، لعابه سخفانين، لعابه ما عندهمش لامباكت فيزيك، لعابه ما قراوهاش، ما مشاوش الدويل. كون كان واحد عزوزي اللي حدا مرابط ولا ريشاردسون اللي رجليه طوال كانوا يقدروا يصلحوا لك في ماتش بحال هذا، حيت واحد الوقيته فاش كان كيطيح بالون ما بين مرابط وكيزقلو حتى هو مسكين حيت عيا، اش كيلقى راسهم ديفونس ضد جوج لعابه اللي جايين عندهم اوبليجي ديفونديو وهما مريكولين، ما كتبقاش اغريسيف كتولي كترجع للور، وهما تكنيك كيدخلوا تيقضيو غرض. داروها مره داروها جوج وتزق الكره بدا بونو في الاخر اللي كلشي نساها حتى هي كنا نقدروا نخسروا بها الماتش. الوغ كو حنا ما كناش دونجيرو في الاخر. دخله ديال امين حريت اكفس دخله وقيله دار في تاريخه مع المنتخب الوطني، ودار دخلات خايبينه، وكنقول لك انا وقيله هذه اكفس دخله دار. بون هادشي ما كيمنعش ان ما خصش طاباج على اللعاب عادي يدخل ربع ساعه في ظروف صعيبه ما تسناوش منه بزاف، ولكن راه عطيناه فرص كثير. انا بعدا من الناس اللي ما عمرهم كانوا كيقدروا يكريتيكيو في المنتخب، حيت كنقول ما عندوش الزهر في المنتخب وعمرو دار شي، ولكن اليوم اللي كنعولوا لك في ماتش بحال هذا انك تدخل تعاون، خاصك تعاون، خاصك تاخذ القرار مزيان، لانك واحد الوقيته فاش كان عندك باستريوتري قررتي انك تدخل جهه لانين وتمشي عند الجول. الا مشينا لعاب فهادو اللي يدخلوا غنلقاو بلي حنا ضيعنا راسنا في بزاف ديال لي شونجمون، وكانوا عندنا دي سوليسيون اخرين. درنا دي شونجمون اللي كانوا بحال بلانيفي، بحال وليد الكراكي كان بلانيفي داك البلان دو ماتش ديالو محدو غادي رابح كيف بلانيفي هو في راسو، دار هذوك لي شونجمون. داير وليد راه تعرف بها في كونفيرونس دو بريس وقال لك هو خسر اليوم، خدا دي ديسيزيون اللي ما كانوش مزيانين. في بلاصه ما تنفس راسك وتلعب مرتاح وتمشي تلعب ماتش الثالث وتجرب اللعابه كيف ما بغيتي وتشوف عاوتاني بيتيت سيستيم جديد شي حاجه، صعبتي على راسك الماتش وليتي باش تمشي بريمي ديال الجروب وتبقى في سان بيدرو وتبقى في الظروف اللي بديتي كتولفها، خاصك دير ماتش كبير ضد زامبيا وتربح اوبليغاتوار باش تبقى، لان اللور تابعينك. حيت اليوم واخا التعادل ديال تنزانيا وزامبيا كيخدم المصالح ديالنا شويه، لان حتى شي فرقه مازال تقربت لينا وبقاو كاملين عندهم 2 بوين والاخرى عندها 1 بوين. غيلعبوا معاك فينال زامبيا، فينال الا ربحوك يديروا 5 بوين، والا الكونغو حتى هي ربحت تنزانيا غيديروا 5 بوين. كتدخل الحسابات كنتي تعيفيتيها. بون هادي كوب دافريك وهادشي اللي زوين في كوب دافريك، لان في الوقيته اللي حنايا ربحنا الماتش الاول بلا مانيير ما قدرناش نكونفيرميو، دخلنا شويه الشك صراحه. انا دخلني شويه الشك، ولكن رجعنا رجلينا للارض شويه وهبطنا شويه من ديك ليكسيتاسيون اللي كانت طالعه ديال اننا كاع الماتشات غادي يكونوا ساهلين. كاينين ماتشات اللي بحال هاد الظروف اللي شفنا اليوم اللي هما ماتشات صعاب. مبقاو شي تساؤلات في هذا الماتش ضروري. انا بالنسبه لي تيسو دالي والسيباري خصنا نشوفوهم اليوم. السيباري بلاصه حريت مثلا، تيسو دالي عيط عليه الماتش لانك واحد الوقيته كيخصك اتاكون اللي كيلعب في هذاك ليسباس اللي كان كيبقى ما بين شانسيل مبيمبا والاكسيال ديالهم الاخر. كان اتاكون اللي خصو يلعب ضريبه مع الدراري ديال لا ريميز. حسينا بهادشي الماتش عيط على هادشي، ولكن ما درناش، بقينا اونتيتين على داك السيستيم ديالنا ونتسناو تجي شي وحده نصير يماركيها. الوغ كو دقيقه 60 تقدر تجرو تريحوا ما تحرقوش، ما يساليش ماتش معصب وفروستري بحال اللي شفنا شنو وقع في الفيستير من بعد اللعابه وقبل ما يدخلوا الفيستير. علاش غنوصلوا لهادشي؟ الماتش كان في يدينا وكان يسالي بطريقه سهله، حنا اللي صعبنا على راسنا. اليوم سكي سور سكو ما خسرناش هذا الماتش، كنا نخسروه في ظروف اخرى عاوتاني ولا في اياماتنا الكحله ديال كوب دافريك نخسروه بكل سهوله وفي الاخر ديال الماتش مشاش معنا كره، حيت كيف قلت لك زقلونا شويه كنا نخسروه. كيبقاو فيك شويه 3 بوان لانه كانوا غادي يسهلوا عليك بزاف د الحوايج، ولكن كيف كانوا يقدروا يدخلوك في واحد الدوامه ديال الثقه الزايده
وتشبيكا ديريكتومون مورا لي جروب بحال اللي كنطرانا مع البنين. ما ننساش نقول لكم شكرا بزاف على الثقه ديالكم والناس اللي كيجاوبونا وتيهضروا معنا وداك الشيء. الله يرحم لهم الوالدين. ميرسي بوكو، ان شاء الله فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله نكونوا فرحانين. السلام عليكم.